ده يوم في حياة بنوتة متجوزة، ودي تنظيفة يوم الخميس اللي كلكم بتحبوه. اول حاجة صحيت من النوم عملت لي نسكافيه سخن يا جماعة، علشان بجد كانت دماغي مصدعة جدا، ودي حرفيا اكتر حاجة بتفوق. وبعدين عملت لي ساندوتش في الساندوتش ميكر، وده يا جماعة عيش شوفان. دخلت بقى على اوضة نومي علشان حرفيا كانت محتاجة ترويقة عميقة من القلب. اول حاجة ببدأ ترويقها هي السرير، كان لازم انفضه كويس جدا. غيرت بقى ملاية السرير، بجد يا جماعة انا بحب الملاية دي جدا، دي لانها بتدي شكل تحفة والماتريال بتاعتها خطيرة. خلصت بقى فرش السرير، وانا بحب احط الكوفرته دي بتدي شكل تحفه يا جماعه للسرير بجد. عندي بقى البانكت بتاع السرير حرفيا كان فيه كميه حاجات ملهاش لازمه رهيبه، حط بقى منه كل حاجه. اول حاجه علشان انضفه وامسحه كويس، وانا بلمعه بملمع الخشب عادي جدا. خلصته بقى الحمد لله، وبعدين دخلت على التسريحه خلصتها كده. بحس ان انا روقت الاوضه بنسبه 90%. شلت بقى كل المشايات اللي موجوده في الاوضه علشان ادي للارض مسحه خطيره. طبعا صديقتنا النهارده في الترويق وهي سمارت موم من كيتشن هيرو. اكتر حاجه عجبتني فيها ان هي بجد حجمها مش كبير، فهتحطيها في اي مكان عندك. بقى الوش ده وده بيكون عباره عن دراي، وكمان بيجي معاها غيارين. طبعا لازم تتاكدي من العلامه المائيه علشان تعرفي ان هي اصليه 100%. يكون كمان فيها مكان الصرف، والسداده بتاعتها بتكون معاها. عايزه اقول لكم كمان ان هي بتلف 360 درجه، يعني هتدخل في اضيق الاماكن. واكتر حاجه بتخلي لي السيراميك حرفيا بيلمع، انا بستخدم ميه سخنه بدل ميه ساقعه. عملت اول حاجه الحيطان لانها كانت متلطشه، ويا جماعه حرفيا خلت لي الحيطه بتلمع. انا بحط مع الميه ديتول ومعطر علشان تعقم وتعطر وتخلي الارض بتلمع. كمان السمارت موب دي يا جماعه سلسه جدا في التعامل. كده نكون وصلنا لمرحله المعطر. دي الحاجه الوحيده اللي ببقى محتاجه بعدها سقفه، علشان بحس اني عملت انجاز كبير جدا. طبعا صرفت الميه بكل سهوله. كده يكون يومي خلص، واستنوني في يوم جديد في حياه منونه. باي باي.